هلا وشلونكم؟ كباب أو كفتة دجاج من الوصفات السهلة والطيبة وضروري تجربوها. بالبداية بمحضرة الطعام من فكر ضفت راس بصل، فصين ثوم، فلفل أحمر بارد حلو، قليل من الكرفس والمعدنوس، وأثرمهم ثرم ناعم. بعدها وبنفس المحضرة ضفت كيلو من صدر الدجاج المقطعته مكعبات بهالشكل هذا وثرمته ثرم ناعم، وتقدرون تضيفون لي إذا تحبون أنا فقط صدر دجاج. راح أضيف عليه ملح وفلفل أسود، كزبرة ناشفة، وزنجبيل بودرة. ضفت ملعقتين أكل بقسماط فتات الخبز، بيضة كاملة، نصف ملعقة معجون فلفل أحمر حلو، وأعجين كل هاي المكونات. ولا تنسون مثلي تضيفون عصير نصف ليمونة وتكملون عجين. بعدها يصير جاهز ونخليه بالثلاجة. سويت صوص الطحينة عبارة عن لبن وراشي ملح وفلفل أسود، فص ثوم، عصير ليمون ومي، واخلطه ويصير جاهز. الكباب انتوا أحرار، تقدرون تغلونه بالمقلاة بزيت قليل أو زيت غزير أو بالقلاية الهوائية. أنا سويته بشكل صحي. هاي الخطوة اختيارية، ياخذ طعم التدخين إذا حابين. صار جاهز عندي بالحالتين صحي. قدمته بهالشكل ويا صوص الطحينة، الطعم خرافي. علينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية.